السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية عايزك تصلي على النبي عشان دي الحاجة الوحيدة اللي بكسبها أنا وأنت. طيب لو جهاز الكمبيوتر بتاعك بطيء أو بتحس إن هو بيهنج منك كده في أوقات يبقى شغال كويس ومرة واحدة يقوم واقف أو عامل لاج كده منك، فالنهاردة أنا جايب لك حل من غير برامج. هنعمل حبة خطوات مع بعض كده على الجهاز، وان شاء الله باذن الله استجابه الجهاز بتاعك هتبقى سريعه جدا وهتحس بالفرق ان شاء الله. اول حاجه هنخش على ستارت من هنا وهنروح على سيتنجز او الاعدادات. اول ما هتفتح معانا الاعدادات هتفتح معانا بالشكل ده، هنروح على ابس. اول ما هنضغط عليها هتفتح لنا الواجهه دي، هتروح من القائمه الشمال من هنا، من على الشمال هتروح على اخر حاجه اللي اسمها ستارت اب. تمام. في ستارت اب كل البرامج اللي ظاهره قدام حضرتك اللي معمول عليها اون دي بتشتغل اول ما الويندوز يشتغل. يعني انت فتحت الجهاز بتاعك، اول ما تظهر سطح المكتب، اول ما سطح المكتب يظهر معاك البرامج دي بتبدا تشتغل. واول ما البرامج دي بتبدا تشتغل بتاخد جزء من الرام وجزء من المعالج، وبكده يعني الكمبيوتر بيبقى عليه ضغط وممكن يهنج منك لو الرامات بتاعتك قليله. طيب انا في البدايه هنا انا عندي برامج كتير. لو انت عندك برامج قليله او عندك 5-6 انت تلغي اللي انت ما بتستخدموش، الغيه. لو انت مثلا عاوز مثلا ده كوبلت اللي هو الذكاء الاصطناعي بتاع شات بتاع مايكروسوفت، انا ما بستخدموش. هو انا هنا اما عملته اوف انا ما لغيتهوش، انا لما عاوز اشغله تاني هاجي من ستارت وهشغله تاني، بس انا بقول له ما تشتغلش من نفسك. تمام. يعني هو المفروض دلوقتي اول ما الجهاز بيفتح البرامج دي بتشتغل من نفسها كده، فانا بقول له لا ما تشتغلش من نفسك، بحيث ان انت تحافظ على الرام وتحافظ على المعالج بتاعك. فانا مثلا لو انت عاوز مثلا اي حاجه تشتغل من نفسها هتسيبها اون، لو انت عاوز تلغيها الغيها، ده يكون افضل عشان توفر معاك من مساحه الرام. يعني عندك الواتساب يشتغل لوحده ليه؟ ما هو انا اطفيها اما عاوز افتحه بفتحه. تمام. هسيب بس دي. تمام. اللي انت عايز تسيبه سيبه، واللي انت عاوز تخليه خليه. طيب اما نلغي دولت ده هيخف معانا وهيسرع معانا الجهاز بشويه. طيب ايه الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه برضو ان انت هتروح على ويندوز وهتروح على برضو ستينجز، هيفتح معاك الواجهه، هتضغط على برايفاسي دي. تمام. وبعدين هتروح على القائمه الشمال من هنا، هتفضل نازل لتحت شويه كده لحد ما هتلاقي كلمه باك جراوند اب. تمام. نفس الكلام برضو هنا هتلاقي برضو تطبيقات كتيره مفتوحه عندك، دي الغيها، برضو بتاخد جزء من الرام ومن المعالج وبتخلي الجهاز عندك بطيء جدا. فبدل ما هي اون هنا، لو انت عملت من هنا كله هيقفل معاك وهيبقى اوف. تمام. بعد ما هتلغيها هتحس بفرق برضو في الاداء. طيب هنقفل بقى من هنا وهنروح على الخطوه الثالثه. هنروح كده على لوحه المفاتيح بتاعتنا، هتضغط على علامه الويندوز دي وهتضغط على الار، وفي المكان ده، في المكان اللي هو هنا ده، تمام، هتكتب تي اي ام بي، تيمب، تي اي ام بي. تمام. وبعدين هتضغط على اوكي. تمام. هنقول له كونتينيو. طيب الملفات اللي ظهرت لك دي ملفات مؤقته موجوده على الجهاز على الكورس سي، بتاخد مساحه، وكمان لو انت مسحتها هتدي مساحه للويندوز فاضيه بحيث ان هو لو احتاج مساحه يلاقيها، بدل ما الويندوز عندك مثلا يبقى واخد يعمل تلاقي الكورس بتاع السي اتملى مره واحده كده وانت مش عارف اللي حصل. ودي ملفات بتبقى حجمها كبير، فاحنا لما نمسحها هنوفر مساحه وهنساعد الويندوز ان هو يبقى اداؤه افضل. فهنضغط على ديليت، وهيقول لك ان في هنا يعني برامج لسه شغاله ما ينفعش ان انت تمسحها، فهتقول له سكيب عادي، بعد كده هيمسح لك الباقي. تمام. وبعد كده الخطوه اللي بعد كده هتروح برضو على ويندوز وهتضغط على ار، وهنكتب نفس الامر تمب. يعني احنا هنكتب نفس الامر تمب، بس هنكتبه بين علامتين اللي هي 100% دي. يعني هنيجي كده على شيفت من لوحه المفاتيح وتضغط على رقم 5 او على رقم 100% دي، وبعدين تكتب تمب تي اي ام بي، وبعدين هتضغط على في المية تاني بين علامتين في المية، وبعدين هتضغط على اوكي. برضو هتلاقي عندك ملفات مؤقتة كتيرة جدا وحجمها برضو يعني كبير، فبياخد مساحة وبيخلي النظام تقيل معاك. فهتضغط على نفس الكنترول وإيه، هتحددها كلها، وبعدين هتضغط على ديليت. فنضغط كنترول وإيه وبعدين نضغط على ديليت، هيبدأ يمسح معانا. لو دلوقتي بيقول لك ديسكفرد 6000 ايتم، يعني الموضوع كبير. اما تدي لك سكيب اعملها سكيب، بيقول لك ان في حاجه لسه شغاله ما ينفعش ان انت تمسحها. تمام. بعد ما مسحتها اخر خطوه معانا
اخر خطوه معانا ان انت برضه هتروح على علامه الويندوز وهتضغط على الار، وبعدين هتكتب الاسم ده، وهتكتب معايا كده بالراحه بي بي ار اي اف اي تي سي اتش. تمام زي ما حضرتك شايف هنا. وبعدين هتضغط على اوكي. هيظهر معاك برضو ملفات كتيرة جدا وحجمها بيبقى كبير جدا وبتاخد مساحة، وبتخلي الويندوز عندك شغال ببطء او الجهاز عندك شغال ببطء. تمام. طيب هنيجي هنا كنترول وايه، وهنروح نعمل لها ديليت. تمام. بعد ما هتعمل الخطوات دي هتلاقي ان جهاز الكمبيوتر معاك بقى يعني استجابته اسرع، لان احنا خفينا ضغط يعني خفينا الضغط عن الرام وعن المعالج. وان شاء الله باذن الله هتحس بالفرق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.